في الفيديو ده هنشتغل سكتشات على رسم الوش. لو عاوز تعرف بيترسم ازاي الوش هسيب لك اللينكات كلها اللي خاصة بتعليم رسم كاريكاتير للمبتدئين في الديسكريبشن تحت. فالفيديو هيبقى عبارة عن سكتشات بقلم سبورة اسود عادي جدا. من التحديات اللي بحبها قوي ان حد ما بيعرفش يرسم خالص احاول اخليه يعرف يرسم بخطوط بسيطة جدا واشكال بسيطة كل الناس بتعرف ترسمها، مفيش فيها اي مشكلة، بس بنحط افكار نركب بيها الاشكال دي والخطوط دي على بعضها فتدينا رسمة جميلة انت تتبسط لما تطلع من ايدك. لكن التحدي اللي ملوش حل فعلا ان اللي قدامي يبقى مقرر انه مش هيعرف، باني لنفسه فكرة وحابس نفسه فيها ورامي المفتاح من الشباك كمان، مش بيديلك فرصة تحاول معاه، اللي هو انا عمري ما هعرف ارسم يبقى خلاص انا عمري ما هعرف ارسم، حتى بيمسك القلم وهو مكسوف وخايف لا يطلع بيعرف يرسم. فالفكره اللي هو بنيها تتدمر، زي ما تكون كده فكره ان ما بعرفش ارسم بقت عقيده ماشي بها في حياته وواخد قرار انه مش هيسمح لاي حاجه تغيرها مهما كانت. صعوبه او استحاله حل المشكله دي ان اساسها جوه دماغ الشخص نفسه. بس قبل ما ننصب للشخص ده محكمه ونبتدي ننظر عليه ونبتدي نطلع عليه بقى الكلام الجميل بتاع الاراده ومش الاراده والكلام الحلو ده، خلينا نبص بصه من زاويه ابعد شويه علشان نشوف الصوره اوسع وناخد بالنا ان كتير مننا كده، ومش عاوز اقول كلنا بصراحة، يعني عندنا شوية مستحيلات كده احنا اللي مقررينها وخلاص عشنا حياتنا على كده. انا مش هعرف اعمل كذا، انا مستحيل اتعلم كذا، انا عمري ما احب كذا، انا عمري ما اعرف اعمل كذا، ومش بندي لنفسنا الفرصة اننا نخرج بره الافكار دي. حتى لو جه حد يساعدنا نغير من الافكار دي بنتقوقع اكتر جوه دماغنا بافكارنا ونغطس اكتر فيها، كاننا بنهرب من اي احتمال لتغيير الافكار اللي بقت جامدة متحجرة في دماغنا. بقت الافكار بدل ما هي مكلبشة في دماغنا لا بقينا احنا اللي مكلبشين فيها. لو فكرت بموضوعية شوية هتلاقي انك صعبان عليك السنين اللي عدت وانت في وضع معين. يعني انا بقالي سنين كتير معروف عني ان انا ما بعرفش اعمل كذا، فخلاص بقى ما ينفعش بقى اخرج بره الجو ده. ولو انت مش من الناس اللي بتعمل كده فالكلام اكيد مش ليك، الكلام لنفسي اولا وللناس اللي دماغها مسوحاها. بص، هو كل حاجة ممكن ان شاء الله، بس انت بس اصفي نيتك كده وانت بتحاول، سيب نفسك للتجارب. وبالنسبة للناس اللي حتى الآن خايفين يرسموا علشان بنخاف نغلط أو بنخاف من الأخطاء اللي بتطلع كتير فبنتعقد، بص امسك القلم وارسم واغلط. أقولك على حاجة، ارسم أخطاء، قول أنا النهاردة هبتدي سكتش كده شوية أخطاء كده كتير، وما ترسمش حاجة صح. اضحك على نفسك لغاية ما تبقى مسكة القلم بالنسبة لك سهلة وبقت عادة. بعد كده بقى هنعرف احنا بقى نستدرج الموضوع، يعني تمسكن لحد ما تتمكن، وحاول تفرح بكل حاجة صح حتى لو كانت صغيرة قوي، فأكيد هتديك نفس الطاقة اللي هتديهولك النجاحات الكبيرة علشان تكمل. الإنجاز بيجيب إنجاز زي ما احنا اتفقنا قبل كده. أحيانا بنبقى في حاجة لنجاح حتى لو صغير قوي. حتى لو بدأت مثلا ترسم دايرة أظبط من الأول، مش بقول أظبط حاجة، لا أظبط من قبل كده. يعني كنت بترسمها امبارح مكعبرة قوي، النهاردة بقت مكعبرة بس نص نص، فده بالنسبة لك نجاح، افرح بيه وركز على فكرة انك بتتطور. ما تركزش على الموضوع ككل، ركز على اجزاء صغيرة، نجاحات صغيرة، في النهاية بتدينا موضوع ناجح كبير جدا. انت نفسك لو تأملت فيه بعدها بشوية كتير هتلاقي انه نجاح كبير بس انت مش حاسس بيه او مش عاوز تحس بيه. فاحنا هنا حتى لو احنا بنرسم وبنحاول نطلع احسن حاجة فاحنا في النهاية برضو بنرسم لدماغنا. احنا هنا مجموعة من الهواة بنحب هواية معينة، بنحاول ان احنا نتعلم شوية حاجات اساسية كده تخلينا نتبسط واحنا بنعملها. خليك في شغلك وخليك في نشاطك وخليك في كل حاجة، بس حاول تضيف لنفسك هواية حلوة تحب كده. ان انت لو انت قاعد مثلا، لو انت حتى قاعد في كافيه وبتستنى الطلب بتاعك، بتمسك الورق والقلم بتقعد تشخبط اي حاجة فبتطلع منك رسمات جميلة تخلي مودك كويس. بس خدها بالمنطق ده علشان بس ما تتعقدش وما تحطش لنفسك مستحيلات كتير. بس قلت دردش معاك في النقطة دي، ممكن تفتح معاك أفكار معينة. وبالنسبة للسكتش اللي أنا رسمته ده هو مش شرح لكن في شروحات كتير أو شرح كتير لدروس كتير هسيبها لك في الديسكريبشن تحت، لازم تبص عليها.